مالي السوق وزي السكر. عملت بيه النهارده وصفة جميلة جدا، وبجد يا جماعة النتيجة فاجأتني. الطعم رهيب وحاجة كده خطيرة. النهارده هنعمل الرمان بوصفة حلوة قوي وطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعبارة عن قنبلة فيتامينات، حاجة كده خطيرة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبت رمانتين كده او حبيتين من الرمان، فردتهم بالشكل ده. جبت بقى طبق غويط وهنزل في الطبق دوت بكل الرمان اللي انا فردته. بصوا الرمان احمر ومسكر وزي الفل، حاجه كده يا جماعه خطيره. بعد ما فردته كده حطيته في طبق غويط. دلوقتي بقى هنبدا ننزل عليه بمكونات جميله وطعمه ومغذيه قوي. اول حاجه هاخد موز. جبت كده 3 حبات من الموز، ببدا اقطعهم بالشكل ده. كان الموز اللي انا استخدمته صغير، فزودت كمان حبايتين من الموز. قطعته كده تمام. دلوقتي بقى هنحط الموز دوت على الرمان. جبت بقى الرمان وحطيت عليه الموز بالشكل ده تمام. دلوقتي كمان هنقلبه كده مع بعض. بصوا بقى لون الرمان، وهيعمل لون كمان اللون الاحمر الخطير دوت مع الموز. بصوا يا جماعه شكله حلو قوي. تقدروا تحطوا بقى اي انواع من الفاكهه. جبت كمان بقى علبتين من الزبادي. هنا استخدمت زبادي بلدي، تقدري تستخدمي اي نوع زبادي انت بتفضليه. ممكن تستخدمي كمان حليب رايب او لبن رايب زي ما تفضلوا، بس طبعا بالزبادي بجد الطعم حلو قوي. قلبت بقى كله كده لغايه ما الزبادي كده تغلف كل حبايه من الرمان وكل قطعه من الموز. وكانوا علبتين الزبادي كانوا كميه حلوه جدا. بعد ما خلطت الزبادي والموز والرمان كده مع بعض، هجيب بقى معلقتين كده من العسل الابيض، وهبدا احليهم كده بالعسل الابيض، وكمان اديله اعلي من قيمته الغذائيه. بصوا معلقتين بس كده بالظبط من العسل الابيض. مش قادره اقول لكم يا جماعه حلو جدا ومغذي لينا ولولادنا. هنقلب بقى العسل الابيض كده مع كل المكونات. بصوا يا جماعه خطير، ريحته جميله وطعمه كمان بجد يعني فاجئني. طعمه حلو قوي مع الموز ومع الزبادي ومع العسل. هسيبه بقى كده واحطه في التلاجة 10 دقايق، مش اكتر من كده، يعني 10 دقايق بس مش اكتر. بعد 10 دقايق كده بطلع الطبق بتاعي دوت، وابدا اغرف الخلطه وقنبله الفيتامينات اللي انا عملتها دي. هنبدا بقى نغرف الموز مع الرمان. بصوا القوام تقيل كده وخطير. بصوا المنظر كمان، المنظر شكله حلو قوي. هنغرف كده الزبادي مع الموز مع الرمان بالشكل ده. حلو جدا يا جماعه، وطريقه جديده وحلوه، وبجد طعمه ولذيذه جدا لينا ولولادنا. لو بقى حابين ان الموز يحتفظ بلونه، نعصر عليه كده عصرة ليمون. ممكن نديه لولادنا كمان في اللانش بوكس، حلو قوي. والطعم يا جماعة خطير ومشبع جدا كمان. غرفته كده في الاطباق بالشكل دوت، طلع حوالي 4 بولات كده او 3 بولات. بصوا بقى المنظر بجد حلو قوي. جربوا يا جماعة الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. لذيذة كده وبسيطة ومشبعة وحلوة جدا ومغذية جدا كمان. لو عندك بقى كيوي، عندك جوافة، عندك اي نوع فاكهة حابة ضيفيه. بصوا المنظر حلو ازاي، حتى لو جالك ضيف وقدمتيها بالشكل ده حلو جدا. اتمنى النهارده الوصفة والطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الطريقة دي ويستفاد منها وينفذها. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.